صباح الفل والورد والياسمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. بشكركم على تعليقاتكم الجميلة وعلى كل كلمة حلوة انتوا بتكتبوها لي. طبعا بقى لو انت جديدة معانا في القناة يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، فضلا وليس امرا. اضغطي بقى على اللايك وتعالى ما نبدأ الفيديو ده حرفيا واخد يا جماعة، انا دايما بديو يعني بعمل الفيديو من الصبح بالليل الطبيعي، لا الفيديو ده بقى من بالليل ساعة السحور لحد تاني يوم الصبح. هقول لكم انا عملت ايه في اليوم بتاعي، وتعالوا بقى واحدة واحدة كده نبدأ الفيديو. يومي بدأ بعد الفطار. اول حاجة خالص انا كنت نازلة اصلا اشتري شوية حاجات، وبالمرة بقى فوت اشتري طلباتي من السوق وكده. انتوا عارفين ان احنا عندنا يوم السبت هو السوق بتاعنا، فقلت اشتري شويه حاجات. عايزه اقول لكم ان الخضار اسعاره بقت فوق الخيال يعني. الحمد لله يعني هما سابوا الفراخ واللحمه وبداوا في اسعار الخضار كمان. انا جبت برتقان وجبت كمان اناناس وموز، وجهزت بقى ايه. انا كنت فعلا جايه متاخر، فيعني قعدت شويه بقى ما ستفت الطلبات كلها اللي انا جايباها وكده. قلت ابدا بقى ايه اعمل السحور بتاعي. السحور بقى يعني انا يمكن اول فيديو اصوره لكم وانا بعمل السحور. هو سحور بسيط يا جماعه، السحور المصري الطبيعي بتاعنا. انا حمرت بطاطس، وكمان قلت بقى يعني ايه اشوف اي حاجه في التلاجة كده نطلعها نعملها. مش مكلف ولا حاجه، هو الحاجات اللي عندك في التلاجة انتي بتطلعي تعمليها. عملت طبعا قطعت البطاطس كده صوابع. وهنا بقى كنت حطيت طاسه فيها معلقه سمنه بلدي حلوه كده عشان اعمل ايه طبق الفول. ما هو طبق الفول ده اساسي في سحور رمضان، لازم ولا بد احنا عندنا طبق الفول وطبق الطحين. هنا طبعا الفول انا كنت يعني انا كنت جايباه سليم بهرسه. بضيفه بس شويه ميه بقى كده وشويه ملح وشويه بهارات، وبسيبه بقى مع السمنه البلدي بيبقى طعمه بصراحه تحفه حلو قوي. هخلص بقى طبق الفول والبطاطس بتتحمر، واعمل لهم بقى طبق ايه سلطه كده مشكل من كله. يعني بصوا طبق السلطه ده بصراحه حلو قوي، وكمان بقوم رشه عليه بقى حبه فلفل اسمر صغننين كده، بيبقى طعمه حلو جدا. هقطع بقى طماطم وخيار، وكمان جبت فلفل اخضر قطعته. ولقيت اناناسيه جنب اسيبها يعني، لا ما اسيبهاش، قلت اجيبها اضطر على قلبنا يا جماعه، اضطر على قلبنا تاني يوم. خدي بالك لما تعملي حاجات كتير فيها سوائل في السحور طبعا احلى وبتفيد الجسم، خصوصا برضو لو زبادي او حاجات من دي. حاولي ان انت ما تكتريش اكل او دسمه في الاكل في السحور، لان فعلا هيبقى الموضوع صعب جدا تاني يوم. معلش يا جماعه على صوت الازعاج. عايزه اقول لكم بقى ان ولادنا اللي في الشارع بقى طول النهار صواريخ وفرحانين، يلا ربنا يفرحنا جميعا يا رب. هنا بقى خلاص هقطع بقى الاناناس وكده بقى، خلاص عندي الدنيا بقت تمام. بصوا هو ده طبق الطحينه بقى. عملت برضه طبق الطحينه، عند جوزي بيموت في حاجه اسمها الطحينه هو وولاده، فدايما على طول هتلاقوني عامله طحينه كتير. وكده بقى ايه كمان طبق الفول. طبق الفول بقى بالسمنه البلدي، عايزه اقول لكم ان هو طعمه وريحته ما تتخيلوهوش يعني، فوق ما تتخيلوا. وبحط بقى على وشه كمان قطعه كده صغننه سمنه بلدي، لما بتدوب بقى فوق كده على الوش بيبقى شكل طبق الفول حلو قوي. كده كان عندي بقى البطاطس بتاعتي خلاص احمرت. بحب قوي ان انا احمر البطاطس قوي، ما بحبهاش انها تبقى فاتحه، لا بحب ان انا احمرها تبقى مقرمشه كده وجميله. وبعد كده بقى هحمر ايه انا وانا بره. جبت شايفين الصوت. انا وانا بره كنت جبت عجينه بقى طعميه، قلت لا انا هحمرها في البيت يعني امن وكده، الزيت عندي نضيف احمر. وفعلا فعلا طعم تاني خالص يعني، مفيش الا تغيير الزيت بس بجد طعمها حلو قوي، وحاسه فعلا انها حلو. انا ما بحبش الطعميه كور كده صغننه، لا انا بحبها مفروده شويه. فهفرد بقى الطعميه واظبطها، ما تضحكوش عليا وانا بشكلها يعني، معلش. على قد بقى معلش على قد. هقلبها بقى كل طبعا ما تحمر شويه هقلبها، بس انا برضو كنت هديت عليها شويه عشان ايه انها تستوى من جوه، ما تبقاش من جوه عجينه ومن بره احمرت وكده. اخلص بقى الطعميه، وهعمل بقى هنا طبق بيض. طبق بيض لان انا ابني ما بيحبش الفول والطعميه قوي، فانا يعني لازم بقى اعمل له بيض، لولا كده والله ما انا عامله يعني. مش المهم قمت قايله لا هعمل له بقى طبق بيض بما انه مش هياكل الحاجات التانية دي. طبق بيض بقى بالسمنه البلدي، وطبق فول بالسمنه البلدي، وشويه بطاطس بقى وطعميه كده قلبكم يحبهم. وقعدنا بقى سحرنا، وكان عندي عصير كمان. وطلعت لهم بقى اي حاجه في التلاجة، طبعا جبنا بقى الحاجات اللي انتوا فاهمينها دي، وكان عندي زبادي. وطلعت طبق كنافه برضو، الكنافه بالمهلبيه كان طعمها حلو قوي بجد. جبت بقى الحاجات دي كلها ورحنا هناك بقى نتسحر بجد. يعني عايزه اقول لكم ان القعده بتبقى حلوه قوي اصلا، لمه العيله مع بعض بجد، رمضان بيجمعنا كلنا مع بعض، دي احلى حاجه بجد في رمضان. هنا بقى خلاص هنسحر ونخلص، وهبدأ بقى ان انا اشوف هعمل ايه. انا فضلت قاعده بصراحه بقى الفجر جدا، وقعدنا شويه.
حسيت بقى ان خلاص يعني النهار بدأ، على فكرة كان خلاص يعني فضلنا سهرانين لدرجة ان النهار كان بدأ ان هو يطلع. قلت لا انا هفضل سهرانة شوية، انضف بقى مطبخي وانضف دنيتي قبل ما انام. ما حبيتش ان انا انام والدنيا كلها مكركبة. حطيت بقى طبق الفاكهة ده على بعضه، والرخامة دي بقى كلها، طبعا الرخامة دي اللي انا بعمل عليها شغلي كله. فقلت لا بقى انا عايزة انضفها كده واظبطها. وكمان فرع النور ده انا خايفة بينه وبينكم يجي عنده مية، فبقيت مقلقة منه. قلت لا انا ايه هظبط الرخام. شلت بقى كل حاجة من مكانها. عارفين بوكو طمطم ده بجد بيفكرني بأيام حلوة قوي بتاعة رمضان بتاعة زمان. وهشيل بقى الحاجة دي كلها، وهشيل فرع النور، وهمسك بقى الرخامة ديت بشوية مية سخنين كده وحبة بريل كده، وامسكها بقى ادعكها دعكة محترمة من فوق ومن تحت. بصوا الرخامات بالذات انا بحب اوي اشطفها بمية دافية. طبعا لو في زيوت ولا في اي حاجة بتلاقي لا عندك الدنيا خالص نضفت، وتحسي ان الحتة فعلا بقت نضيفة. همسك بقى ادعكها كويس وهمسحها برضو، وابدا استف الحاجه. فرع النور ده انا احترت فيه بصراحه، انا نفسي ان انا احطه، بس بقيت خايفه ان هو يجي عليه ميه ولا اي حاجه لا قدر الله يعني يكهرب الدنيا او يعمل اي حاجه. فقلت لا انا اما احطه احسن على الحيطه كده هيبقى الموضوع اسهل. شايفين بقى الرخامه عامله ازاي نضفت وبقت حلوه ازاي. نضفتها بصراحه يعني ووضبتها كمان. الحيطه والله اللي وراها ديت برضو ببقى المعها وانضفها. وده بقى الفانوس بتاعنا ودي بقى صينيه رمضان. يعني حسيت انها في الامل كده عامله لي زحمه، قلت احطها في جنب يعني إيه تبقى الدنيا هاديه شويه برضو على الرخام. انا من عشاق يا جماعه ان الرخامه ما يبقاش عليها حاجات كتير. يعني انا اليوم كده اللي احس ان الرخامه بتاعتي عليها حاجات كتير، لا ما بحبش الزحمه، بحب الدنيا تبقى بسيطه كده وهاديه. هكمل بقى رص الحاجات التانية الباقية كلها، واشوف بقى انا لسه ورايا إيه. بس على فكرة انا مش قادرة اوصف لكم، يعني لسه عند الحوض ما اقولكوش الدنيا كانت مليانة مواعين وكانت الحتة كلها عايزة تتنضف. بس انا قلت لا انا لما انضف حاجتي كلها وانام بقى ساعتين 3 كده واقوم على الفطار فايقة، انا قلت احسن يعني الدنيا هتبقى اسهل. هنا بقى طبعا بقى خلاص ده بقى طبق الفاكهه حطيته كده في جنب، بقى اللي عايز منه حاجه بقى يبقى ياخد. وهبدا بقى ان انا ما عادش كده الا البوتاجاز. الكنافه دي بقى انا كنت فضيتها في طبق الباقي منها، وغطيتها وعينتها. ما بسيبهاش بقى في الصينيه الالومنيا وكده. همسك بقى البوتاجاز بتاعي كمان اديله بقى دعكه حلوه كده، وامسحه وانضفه. بيقولك بقى ايه مثل حلو قوي، الشغله البدريه منسيه فعلا والله. انا نظفت الدنيا ووضبتها، بقيت اصلا داخله انام نفسيتي مرتاحه، الدنيا تمام، حاسه ان الشقه كلها نظيفه. يا دوبك بس اقوم كده جاهز فطار، جاهز الحاجات اللي احنا هنجهزها للفطار. فالنظافه حلوه قوي يا جماعه، يعني بجد بجد هو ممكن يكون تعب شويه او بتعملي مجهود شويه، بس بتلاقي الدنيا عندك كلها نظيفه وحلوه. وانا واقفه قلت بالمره كده ايه عندي كيلو لبن عايزه اغليه، إيه يعني عشان اصحى الصبح. يبقى اصحى الصبح ايه لما اصحى من النوم يبقى عندي اللبن مغلي عشان هحتاجه في الفطار وكده. قلت بالمره وانا واقفه اتسلى ايه عشان يكون برد وكده. همسك بقى شويه الاطباق دولت كمان اكفيهم، كنت غسلاهم. وهمسك بقى اطباقي. شايفين بقى ده الحوض، لميت الدنيا كلها ورا خلاص عندي بقت نظيفه. لميت الدنيا بقى كلها عندي على الحوض. همسك بقى الحاجه كلها شطفها واغسلها. انا يعني انتوا عارفين نظامي ان انا بحب اشطف الاول الاطباق قبل ما ابدا غسيل فيها. كده على فكره بتسهلك الدنيا قوي، ما بتضيعيش وقت ولا حاجه. خصوصا لما تكون عندك كميه كبيره يعني مش حاجات قليله. كده انا شطفت كله وكان عندي بقى شويه ميه دافيين كده بصراحه بيمسكوا بقى المواعين دي عندي بينضفوها جدا. همسك بقى اشطف كل ده واغسل اطباقي وحاجتي ومواعيني كلها. وهبدأ بقى اشوف انا لسه ورايا ايه. هو انا كانت عندي بصراحة الشقة يعني الدنيا في الشقة نظيفة، يعني ما كانتش محتاجة بس الا ان اكنسها، يعني شوية شغل بسيط كده مش كتير ولا حاجة. همسك بقى الحاجات دي كلها اشطفها واغسلها وانضفها، وما خدوش مني وقت والله العظيم. يعني الشغل ده كله ما خد مني وقت ولا حاجة. ده برضو الشفشق اللي كان في العصير، ودي بقى الاطباق دي كلها اتغسلت وكل حاجه اتكفت مكانها. انا يعني الاطباق والحاجه دي ما بكفيهاش الا لما الحاجه كلها تنشف. ما بعرفش ان انا عين الاطباق والحاجه فيها ميه، وما بحبش احطها كتير على قماشه وكده. لا انا بحطها بصراحه على الصينيه السلستين بتنشف وزي الفل، وبعدها بساعتين 3 بقوم عاينه كل حاجه مكانها. تفضل عندك بقى الضلة في المطبخ عندك نضيفه. اديت بقى للمطبخ كله مسحه، ومسحت الارضيه كمان وكده خلاص المطبخ خلص. جيت على انتريه كده مسحت الترابيزه بتاعته لان كنا اصلا بناكل عليها. وهمسح كمان الترابيزه بتاعت الشاشه. خدوا بالكم بقى دي الاوضه اللي دلوقتي يعتبر بيجي فيها تراب شويه، فبمسح بقى الترابيزه بتاعتها، ترابيزه الشاشه الحاجات ديت. الانتريه برضو عندي يعني ظبطت بقى المخدات بقى بعد ما ولادي كانوا قاعدين.
فيعني الدنيا كانت زي ما قلت لكم في الشقه مش متبهدله قوي، لا الى حد ما كنت مسيطره على الدنيا. هنا برضو الانتريه ده كان بقى كتب لاولادي وكانوا بيذاكروا وكده، هلم برضو الدنيا كلها. على فكره كان بقى النهار خلاص اصلا طلع، بس انا ما كنتش لسه نمت، كنت بدات بقى ان انا خلاص فصلت خلاص عايزه انام. هنا بقى هكنس برضو بقى بالمكنسه، كنست الاوضه دي لان يعتبر الاوضه دي اصلا اللي انا فرشه فيها سجاد. بقت الشقه بقى لا خلاص شلت كل حاجه بصراحه منه. وهمسك بقى كمان البلكونه بتاعتي اكنسها. عايزه اقول لكم بقى ان بجد بجد النجيله الصناعه دي حلوه قوي بجد، بتنضف لك البلكونه، ما فيش بقى تراب كل شويه تحتاجي بقى ان انت تمسحيها او كده. ده بقى عندي نهايه الفيديو، المنظر بقى النهائي، الشقه كلها نظيفه زي الفل. ده الانتريه وده كمان الصالون، الدنيا كلها نظيفه. انا برضو فتحت الشقه تتهوى شويه. شايفين بقى، شايفين نظافه الحته كلها، الدنيا كلها نظيفه، مفيش اي حاجه خالص عايزه تتعمل. المطبخ عندي خلاص بقى نضيف وزي الفل. طبعا الحاجات دي انا حطيتها تحت القماشه دي، خفت لا يتكسروا وكده عشان ينشفوا براحتهم. وده بقى الفيديو بتاعنا ونهايه الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في الاشتراك واللايك. انا بقى دلوقتي هقول لكم تصبحوا على خير.